السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في ريفيو وسام. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ماركة سوكاني اللي كانت وما زالت عاملة إثارة للجدل في السوق المصري، وده بالأخص لأن سعرها في متناول الجميع، فدايما الناس بتسأل عنها هل أجيب الجهاز ده من ماركة سوكاني ولا لأ. فخلينا في فيديو النهاردة نتكلم عن سوكاني، ما لها وما عليها، نجيب منها ايه وما نجيبش منها ايه، وناخد بالنا من ايه لو هنشتري من الماركة دي. خلينا نبدأ من الأول خالص ونتكلم عن تصنيع ماركة سوكاني أو بلد المنشأ لماركة سوكاني. ماركة سوكاني دي ماركة صينية، وأنا عارفة طبعا إن أول ما قلت ماركة صينية هتلاقي ناس كتير قوي هتقفل الفيديو وهتخاف وتقول خلاص خلينا نستبعد الجهاز ده خالص طالما ده طلع جهاز صيني. وده نتيجة لإيه؟ ده نتيجة لسوء سمعة المنتجات الصينية في السوق المصري. بس خليني أكلمكم كمترجمة للغة الصينية وكخبرة وتعامل مع الصينيين لمدة أكتر من 10 سنين، فخليني أقول لكم إن السوق الصيني فيه كل حاجة، وإن الشعب الصيني ده شعب بيقدس العمل، شعب بيحب يشتغل وبيحب ينتج. فهو ممكن مثلا انت تروح تديله 10 جنيه وتقوله عايز اعمل القلم ده فيعمل لك القلم ده ب10 جنيه، وممكن يعمل لك نفس القلم ب1000 جنيه. الفرق هنا ايه؟ الفرق في الخامات المستخدمة، الفرق في الفينش او التقفيل بتاع المنتج ده عامل ازاي. فمش معنى ان هي ماركة صينية ان هي حاجة وحشة. الصينيين عندهم ماركات وعندهم بعض الاجهزة احنا ما نقدرش نشتريها، ما نقدرش بمعنى ما نقدرش فعلا، الحاجة هتبقى غالية جدا علينا. وخليني اقول لكم كمان ان دلوقتي معظم الماركات العالمية بقت بتتقفل في الصين. ليه؟ لان تكلفة الايدي العاملة هناك يعني يعتبر قليلة، والإنتاجية عندهم عالية جدا، فمعظم الماركات بتروح تقفل في الصين. يعني اللي بيكونوا مقفلين الجهاز ده أو اللي بيكونوا حاضرين التصنيع بتاعه وهكذا الصينيين. نفس اللي عاملين سوكاني ممكن يكونوا هم اللي بيقفلوا الفيليبس مثلا. نفس الأيدي العاملة ونفس الفكر بتاع الفكر البشري هو هنا زي هنا، بس كله على حسب احنا بنستورد ايه واحنا بنجيب ايه. يعاب برضو في الموضوع ده على المستوردين المصريين ان احنا لما بنروح نجيب حاجة من الصين دايما بنجيب اقل حاجة وارضى حاجة من هناك ونيجي نبيعها هنا غالية جدا، وبالتالي الشعب المصري هنا خد فكرة وحشة جدا عن المنتجات الصينية. عايزه اقول لكم كمان ان الصينيين اللي بيكونوا موجودين في مصر ما بيرضوش ابدا يشتروا اي جهاز صيني موجود في مصر، من كتر ما هم عارفين ان المصريين لما بيروحوا هناك بيسترخصوا وبيجيبوا ارض الحاجات عشان يجوا يبيعوها هنا ويكسبوا هم فيها. لكن لو اتكلمنا عن المنتجات الصينية في العموم فزي ما قلت لكم هم عندهم الحلو والوحش، بس الفكرة انا هختار ايه. فخلاص خلصنا من موضوع ان هي ماركة صينية وخلصنا من العقدة بتاعة المنتجات الصينية سيئة السمعة. خلينا نبص بقى هل هي فعلا كويسة زي مثلا كينود ولا لا، لان كينود ديت ماركة صينية بس كويسة. فنشوف سوكاني هل كويسة ولا لا وتستحق التجربة ولا لا. السؤال اللي بعد كده، هل ماركة سوكاني دي داخلة في المقاطعة ولا لا؟ والإجابة على السؤال ده هتكون إن الحمد لله ماركة سوكاني مش داخلة في المقاطعة، فدي من المنتجات اللي احنا نقدر نشتريها لو فعلا طلعت كويسة. طيب نسأل بقى، هل ماركة سوكاني دي تستحق التجربة ولا لا؟ هل تستحق إن أنا أروح أدفع فيها فلوس ولا كأني برمي الفلوس بتاعتي في الأرض؟ لو تلاحظوا إن مؤخرا كان أي حد بيسألني عن سوكاني أنا ما كنتش برد. أي كومنت بيسأل عن مثلا كابة سوكاني، خلاط سوكاني، مش عارفة ايه سوكاني، ما كنتش برد. ليه؟ لان انا ما كانش عندي داتا كافيه عن الموضوع بتاع سوكاني، فما كنتش حابه ان انا اقول كلمه ما كنتش قدها او اقول حاجه وتطلع غلط. فاستنيت لحد لما جمعت داتا كويس قوي عن موضوع سوكاني، سالت كتير قوي وجربت بعض الحاجات بنفسي عشان لما اقول كلمه اكون قدها، وجيت اقول لكم الملخص بقى بتاع التجربه وبتاع الاسئله والداتا اللي انا جمعتها عنها. ماركه سوكاني ماركه معقوله مقارنه بسعرها، معقولة جدا، وهيكون مقبول جدا خامتها وأدائها مقابل سعرها، لكن نشتري منها بعض الحاجات مش كل الحاجات. طيب يا وسام نجيب منها ايه وما نجيبش منها ايه؟ نجيب من سوكاني كل الأجهزة البسيطة، كل الأجهزة اللي فكرة تشغيلها أصلا بسيطة، اللي ما فيهاش تحميل على الموتور بتاعها. ما نجيبش منها أي جهاز فيه تحميل على الموتور، بمعنى مثلا أي جهاز بسيط زي مثلا الاير فراير، الفرن الكهربائي، الساندوتش ميكر، اي حاجه فكرتها بسيطه. اصلا فكره الاجهزه دي كلها عباره عن ملف معدني بيسخن وبيطلع الحراره بتاعته وبتتنقل بالتبعيه للاكل فبتبدا تسوي الاكل. ففكرتهم بسيطه جدا، ما فيهاش اي لعب وما فيهاش حاجه تكون معقده ممكن ان هي يكون فيها لعب مثلا، او يكونوا مستخدمين خامات مش كويسه، او جهد موتور يكون ضعيف او وهكذا. انما ما نجيبش اي جهاز فيه تحميل على الموتور زي المكنسه، زي العجان، زي مكوة الملابس. اي حاجة محتاجة قوة موتور عالية خلينا نجيبها ماركة تانية. ومش معنى كلامي ان ماركة سوكاني كده ماركة وحشة او الاجهزة بتاعتها مش كويسة، لا، بس هو بيقدم لك جهاز مقابل للسعر اللي انت بتدفعه. انت دافع سعر بسيط، معظم الاجهزة بتاعتهم سعرها معقول مقارنة بالماركات التانية، فسعرها معقول جدا.
فهي سعرها كده معقول بالنسبة لقدرتها او بالنسبة للأداء بتاع الجهاز ده. يعني مثلا مش هنقارن مثلا ماركة سوكاني، مثلا مكنسة سوكاني ب10 جنيه بماركة تانية ممكن تكون ب40 جنيه، يعني 4 أضعاف أو 3 أضعاف ماركة سوكاني. فمش هنقارن أبدا دي بدي. هي سوكاني كسعر مقابل الخامة أو مقابل الأداء اللي هي بتديه ده حاجة كويسة جدا، بس ما نقارنهاش بخامة تانية بقى. عشان كده بفضل ان احنا الحاجات البسيطة اللي هي اصلا فكرتها بسيطة وما فيهاش لعب وما فيهاش اي تريكات او حاجات ممكن تبوظ او كده، نجيبها سوكاني ما فيهاش مشكلة. والحاجات بقى اللي هي المعمرة والحاجات اللي فيها محتاجة قوة موتور عالية يبقى نجيبها من الماركات التانية. مش عارفة فهمتوا قصدي ولا لا في الحتة دي، بس يا رب تكونوا فهمتوا انا بقصد ايه. واقصد ان احنا يعني نعادل الموضوع، بدل ما نجيب كله حاجات غالية 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 ونحس ان احنا مش قادرين نجيب كل الاجهزة اللي احنا عايزينها، فاحنا ممكن نوسطن الموضوع، نجيب الاجهزة البسيطة اللي فكرتها بسيطة من سوكاني، والاجهزة التانية اللي محتاجة قوة موتور او فيها ضغط جامد على الموتور بتاع الجهاز نجيبه من الماركات التانية المعروفة ان هي كويسة في الجهاز ده. ومرة كمان هقولكوا ايه هي الاجهزة اللي فكرتها بسيطة وايه هي الاجهزة المعقدة. الحاجات اللي نجيبها او الحاجات اللي فكرتها بسيطة ونقدر نجيبها من سوكاني زي مثلا الاير فراير، زي الفرن الكهربائي، زي الوافل ميكر او الساندويتش ميكر، زي كبة بس من نوع معين هنتكلم عنها في النقطة اللي بعد كده، خلاط من نوع معين هنتكلم عنه برضو في الحاجة اللي بعد كده، زي المكوة بتاعة الشعر اللي هي السيراميك. الحاجات دي كلها حاجات فكرتها بسيطة فنقدر نجيبها من سوكاني وسعرها هيبقى معقول عشان نبقى وفرنا شوية في الميزانية. الحاجات اللي ما نجيبهاش بقى الحاجات اللي محتاجة قوة موتور عالية، زي المكنسة، زي مكوة الملابس، زي العجان. الحاجات اللي فيها ضغط جامد على الموتور بلاش منها بدل ما تبوظ. النقطة الأخيرة والمهمة جدا اللي حابة ألفت نظركم ليها إن خلوا بالكم إن سوكاني في منها موديلات كتير جدا. يعني مثلا الخلاط بتلاقي فيه منه كذا موديل، الموديلات دي بقى بأسعار مختلفة بخامات مختلفة بقوة موتور مختلفة. فما نجيش أبدا نروح نجيب الخلاط اللي هو 350 واط ولا 400 واط ونيجي نقول وسام كانت بتقول الخلاط من سوكاني كويس. لا، اختاري موديل يكون كويس. ارجعي للفيديو بتاع الخلاطات وشوفي ايه هي معايير اختيار الخلاط، وروحي اختاري خلاط من سوكاني بس يكون مطبق كل المعايير دي، موجود فيه كل المعايير دي. نفس الكلام موجود برضو في الكبة، عندهم كبات بسعر رخيص جدا وبيقول مثلا ان هي 700 واط بس سعرها رخيص، فانت تعرفي ان فيها مشكلة. فانت هاتي الحاجة اللي يكون الموضوع فيها عقلاني، الموضوع لازم يكون معقول. هو مش هيديكي جهاز ببلاش، هو لازم يكسب في الجهاز ده. فخليكي فكري كويس قوي قبل ما تشتري، اختاري موديل كويس، موديل يكون منطبق عليه كل المعايير اللي احنا قايلينها في الأجهزة بتاعت قبل كده. ولو حابين تسألوا عن أي حاجة تانية برضو بسألوني عنها وهقول لكم هل فعلا ده جهاز معقد نجيبه ولا جهاز بسيط ما نجيبوش أو العكس. يعني حبيت بس ألفت نظركم للنقطة دي عشان محدش يجي يقول وسام قالت هاتي كبة سوكاني وباظت، أو وسام قالت هاتي مش عارفة ايه من سوكاني وباظت. أنا شخصيا جربت الاير فراير بتاعتهم، جبت الاير فراير اللي هي 8.5 ديجيتال. انا شايفاها ممتازة ما شاء الله. هما كمان عندهم ميزة ان هما بيشوفوا الماركات اللي بتتقفل عندهم في الصين زي مثلا فيليبس مثلا، وبيجي يقلدها بالظبط، بيعمل نفس الجهاز بالظبط. ممكن يقلل شوية في الخامات اكيد عشان فرق السعر برضو، يقلل شوية في الخامات بس كنتيجة نهائية بيديكي نتيجة مرضية جدا. انا مجربة الاير فراير ما شاء الله، جربت فيها كل حاجة شايفاها كويسة جدا. هي تقريبا تقليد فيليبس، ديجيتال، نفس الشكل نفس البرامج تقريبا كل حاجة، والسعر هتلاقيه اقل من نص السعر تقريبا. خلي بالكم كمان ان البراند نيم او الماركة التجارية بيكون عليها سعر، ففيليبس كويسة وكل حاجة بس ممكن يكون سعرها مبالغ فيها عشان هي اسمها ماركة فيليبس. انما سوكاني بيقدم لك حاجة مش شرط تكون ماركة معروفة قوي، بس بيقدم لك حاجة محترمة تقدر تستخدمها وعمرها الافتراضي معقول جدا، خامتها كويسة، والأداء اللي هي بتقدمه لك كويس جدا مقابل سعرها، يعني النتيجة مرضية جدا مقابل سعرها. وبس كده، ده كان كل الحاجات اللي كنت عايزة أتكلم معاكم النهاردة فيها في سوكاني. ويا ريت لو أي حد جرب أي منتج من سوكاني يقول لنا رأيه في كومنت تحت، سواء الجهاز ده كان حلو ولا وحش، وإيه هو الجهاز وتجربته معاه كانت إيه. وبس كده، ده كده كان فيديو النهاردة. يا رب فيديو النهاردة يكون أفادكم ويكون رد على استفساراتكم. لو في أي أسئلة تانية اسألوني وهرد عليكم في الكومنتات إن شاء الله. أشوفكم في فيديو جديد. كنتم في ريفيو سام، والسلام عليكم.